السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تاريخ كل بلد شخصيات تاريخية، منها ما يذكر حتى الآن بسيرته العلمية أو السياسية أو غيرها، فيما البعض الآخر سجله التاريخ في دفاتره السوداء. أحد هؤلاء الشخصيات في التاريخ المغربي يدعى تهامي القلاوي، أو كما لقبه الاحتلال الفرنسي سيد الأطلس. كان واليا لمدينة مراكش خلال أوائل القرن العشرين. قرر دعم الاحتلال في مواجهة أبناء بلده، ورفض الوقوف إلى جانب حزب الاستقلال الذي كان يسعى إلى تحرير المغرب من الفرنسيين. ولد تهامي القلاوي سنة 1879 في منطقة نهر تساوت جنوب المغرب، وكان أحد أفراد عائلة قلاوة الأمازيغية. تولى جد تهامي أحمد المزواري القلاوي منصب شيخ القبيلة في أواخر القرن التاسع عشر. تلقى القلاوي تعليما دينيا بمسجد القبيلة، ثم انتقل إلى منطقة أوريكا القريبة من مدينة مراكش، حيث حفظ القرآن وتلقى بعض العلوم في اللغة والدين. وفي سن الثامنة توفي والد تهامي، ليقوم شقيقه الأكبر المدني القلاوي بتربية أخيه التهامي. استطاع المدني وأخوه التهامي التقرب إلى السلطان مولاي عبد العزيز بعد اعتلائه العرش سنة 1894. كانت أولى المعارك التي خاضها التهامي وهو في سن 15 لقمع قبيلة ووزيك المتمردة على السلطان، فيما خاض حرب والتيدلي وهو في 18 من عمره. هذه التجارب زادته حنكة ودهاء في السياسة والحرب. وفي سنة 1911 قرر السلطان المغربي عبد الحفيظ بن الحسن تجريد المدني القلاوي الأخ الأكبر للتهامي وكل آل القلاوي من مهامهم السياسية والإدارية والحربية، بسبب كثرة الشكايات التي توصل بها السلطان بخصوصهم. هذا الأمر دفع الأخوة القلاوي لاتخاذ الحماية الفرنسية ملاذا وحليفا لهم لضمان هيبتهم وسلطانهم وسط القبائل الأمازيغية شمال جنوب المغرب. هذه الخطوة مكنتهم من استرجاع هيمنتهم بسبب دعم الاحتلال الفرنسي. وفي سنة 1927 قام السلطان الجديد مولاي يوسف بن الحسن بتعيين المدني القلاوي الأخ الأكبر للتهامي صدرا أعظم، أي وزير حرب، فيما تم تعيين تهامي باشا مدينة مراكش. استغل التهامي سلطته المطلقة المدعومة بمباركة السلطان والحماية الفرنسية، إذ قام بقمع كل من حاول الخروج عن أمره في المنطقة، إذ أصبح الآمر والناهي في المنطقة برمتها. وفي 23 من ديسمبر من سنة 1950 كان الملك محمد الخامس يستقبل الوفود من كل جهات المغرب من سياسيين ورجال دولة بمناسبة ذكرى المولد النبوي. كان من بين الوفود الباشا التهامي القلاوي بصفته الرجل الثاني في البلاد بعد السلطة الحاكمة وأعضاء حزب الاستقلال. كانت العلاقة بين الحزب والباشا والحماية الفرنسية علاقة عداوة، ما دفع القلاوي إلى مخاطبة السلطان بشكل عدائي في هذه المناسبة. على إثر ذلك استغلت الحماية الفرنسية هذا الموقف للتدخل ونفي الملك محمد الخامس سنة 1953 ونقله إلى جزيرة مدغشقر مع أفراد عائلته. هذا الأمر لم يتقبله الشعب المغربي، لتخرج حشود من النساء والأطفال وكهول وشيوخ إلى الشوارع منادين بمطلب واحد موحد لا رجعة فيه: رجوع الملك إلى عرشه، فيما عرف لاحقا باسم ثورة الملك والشعب. بعد عودة الملك محمد الخامس من المنفى، مر في طريق عودته بفرنسا. هناك قدم التهامي القلاوي طلب العفو من الملك محمد الخامس وتم العفو عنه. توفي بعد التهامي القلاوي سنة 1956 بعد صراع مع المرض. كما حصل المغرب على استقلاله بعد 3 أشهر فقط من وفاة القلاوي.